السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواتي وحبايبي عاملين إيه؟ يا رب دايمًا تكونوا بخير. أخواتي وحبايبي لو بتشوفوا قناتي لأول مرة ما تنسوش الاشتراك في القناة عشان قناتنا تكبر بيكم ومعاكم إن شاء الله. وأخواتي وحبايبي اللي متابعيني ما تحرمش منكم أبدًا، أبدًا ولا من دعمكم ليّا، ربنا يبارك لي في عمركم يا رب. شكرًا ليكم وشكرًا لوقفتكم جنبي، ربنا يبارك لي في عمركم يا رب. أحسن أخوات في الدنيا، ربنا يكبر بخاطركم زي دايمًا ما أنتم جابرين بخاطري. زي ما أنتم شايفين كده قبل ما نعمل أي حاجة لازم البوتاجاز بتاعنا يبقى زي الفل كده، علشان وإحنا بنطبخ كده يبقى كل حاجة رايقة في ريح مننا. المطبخ دايمًا المواعين بتاعتِك غسلاها ونضيف كده ورايق، علشان تعرفي تعملي الحاجة كده وما يبقاش الدنيا مكركبة حوالين منِّك. شايفين كده أنا معايا بصلتين كبار حلوين كده، ومعايا كمان معلقتين من السمنة الفلاحي الحلوة ديّة سمنة بقري، واللهم صل على النبي، وشوية من الزيت، ومعايا الطماطم الجميلة الحمرا الحلوة ديّة. هنعمل بقى إيه، هنعمل أحلى شوية محشي. جرّبي المحشي بتاع أم أسماء وإن شاء الله هيعجبِك، جرّبي كده وإن شاء الله هيعجبِك مش هتندمي. بدون لحمة، بدون فراخ، بدون بَط. شوية محشي كده فلاحي كده، حاجة كده بريحة وطعم زي العسل. ضربت الطماطم كده بعد البصلة ما أخدت اللون اللي أنتم شايفينه ده، وكمان حاطة معاها فصين توم. وضربت الطماطم بتاعتي طبعًا أنا مطلعاها من الفريزر، فهي ما لحقتش تفُك أوي علشان كده بتنزل بصعوبة من الخلاط، بس هي حمرا وما شاء الله عليها، وهتشوفيها لمّا تتسبك هي مدية لون الأصفر كده علشان لسه فيها التلج بتاعها. شايفين بقى زي ما قُلت لِك لازم يكون عندِك البوتاجاز رايق علشان يبقى بالمنظر اللي أنتِ شايفاه ده. حُطّي بقى التوابل والبهارات اللي عندِك بقى كلّها. حطينا كزبرة ناشفة، فلفل أسود، كمون، اللهم صل على النبي، شوية شطة، شوية بهارات مكعبين كده من مرقة الدجاج. بُصّي اللي عندِك كلّه حطّيه، بس هو اللي أنا باحطّه بصراحة وبيدّيني طعم حلو أوي زي ما أنتِ شايفة كده: ورقتين من اللورا، مكعبين من مرقة الدجاج، شوية من الفلفل الأسود، شوية كمون، شوية كزبرة ناشفة، شوية شطة. والشطة دي طبعًا على حسب ما أنتِ حابة، ومعلقتين كده من البهارات، وكده فُل أوي، وكده هيبقى معانا أحلى شوية محشي وإن شاء الله تجرّبيها. عندِك بقى حتّة دهنة كده وأنتِ بتحمّري البصلة حطّيها، ما عندكيش كده زي العسل إن شاء الله يبقى زي الفل. المحشي يا جماعة ما هو إلا خضرة وطماطم كتير، علشان يطلع معاكِ المحشي حلو حُطّي له طماطم كده حقّه، وحُطّي له كمان الخضرة حقّه. ديّة طبعًا الخضرة ديّة كانت جاية من الغيط، فأنا غسلتها كده ونقعتها كويس علشان طينة، رملة، أي حاجة. وهاقطّعها زي ما أنتِ شايفة كده. بسم الله ما شاء الله هي كانت كمية كبيرة، فأنا طبعًا هاحط له كده حقّه في الخضرة علشان يطلع معانا المحشي الحلو. وجرّبيه بالطريقة بتاعتي، ومش شرط بقى إن يكون عندِك لحمة، عندِك فراخ، والله العظيم شوية محشي زي العسل. أتمنى والله إن أنتم تجرّبوه بالطريقة ديّة وهتدعوا لي إن شاء الله. ما شاء الله عليه يعني حاجة كده زي العسل، جرّبيه بالطريقة ديّة وإن شاء الله تعجبِك. خرّطت الخضرة بتاعتي كده، كانت عبارة عن كزبرة بصراحة، ما كانش فيها شبت ولا حاجة، كانت كزبرة بس. ولمّا الطماطم اتسبّكت كده وبقت زي الفل، شايفين اللون بتاعها عامل إزاي، نزلت كده بقرن فلفل بارد، أنا ما حطيتش حامي عشان أنا كنت حاطة شوية من الشطة. وبعد كده باحط بقى الكزبرة بتاعتي علشان تدبل، ما تبقاش هايشة كده يعني ومالية الحلة. هاقلّبها تقليبتين كده وأنا لسه ما طفيتش النار علشان تدبل في الطماطم زي ما أنتم شايفين. بسم الله ما شاء الله الطماطم لونها أحمر، واتفضل معايا الكزبرة ديّة. هاحطها طبعًا في أكياس كده وهاحطها في الفريزر، بتتخزن عندي من السنة للسنة. يعني أنا كانت عندي من السنة اللي فاتت لسه كنت باعمل بيها لحد الشتا ده، والحمد لله. في الصيف بتبقى الكزبرة غالية أوي، يعني بتبقى الرابطة عودين كده وب5 جنيه والكلام ده كلّته إحنا عارفينه. دلوقتي الكزبرة متوفرة، الشبت والحاجات ديّة متوفّرة ورخيصة في الموسم بتاعها دلوقت. فهاتي لِك شوية كده وحطّيهم في الفريزر هينفعوكِ طول السنة. مش هتضطري بقى إن أنتِ تشتريها بالغالي والكلام ده كلّه، هتبقى موجودة عندِك منين ما تعوزيها تسحبيها تلاقيها. عايزة تحمّريها، لو هتعملي أي حاجة بيها متحمّرة هتطلّعي برضه وتحمّريها، هتعملي محشي، هتعملي أي حاجة بيها هتلاقيها موجودة عندِك، وهتبقى طبعًا دلوقتي في الموسم بتاعها بتبقى رخيصة. زي ما أنتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله الطماطم بتاعتنا جميلة كده، وهنقلّب بقى شوية الرز بتوعنا وهنعمل أحلى شوية محشي. أقسم بالله الريحة بتاعته بتبقى طالعة كده، ريحة الخلطة دي لوحدها بتبقى طالعة من قبل ما أعمله، من قبل أي حاجة يعني. اللي بيدخل بيقول لي: "أنتِ عاملة إيه الريحة الحلوة دي؟"
والله ما هي شكرانية في نفسي، بس اقسم بالله الطريقة ديت جميلة وجربيها. حطيت ايه ده، حطيت وش من اللبن اللي احنا بنغليه ونبيته في التلاجة بيعمل وش. فانا بحوشه كده وبستخدمه بقى زي ما انتم شايفين كده، شايفين الحلاوة دي، هو ده المحشي الفلاحي. المحشي بقى بخيره حاجة كده زي العسل. ما عندكيش وعندك قشطة حط قشطة، ما عندكيش اشتري لك علبة قشطة. بس هو ابسط حاجة اللي هو وش اللبن. ده شوية سلق كده، كانوا جايين لي من الغيط بس كانوا شوية صغيرين، فأنا جبت ربطة خس. أكلنا الخس وأخدنا الورق كده عشان نكمل بيه المحشي بتاعنا. لأنه ما كانوا شوية سلق صغيرين، هم لقيتهم حلوين كده والورق بتاعهم صغير كده وجميل وحلو يعني وعجبني. فأنا قلت حرام إن أنا أرميه بعد هم ما جابوهولي وكده، فما ينفعش إن أنا أرميه. اشتريت ربطة خس كده وكملت بيه بقى المحشي بتاعنا. شايفين لون الخلطة عامل إزاي، والله الريحة بتاعتها قبل ما بتحطيه في الفرن وقبل حاجة ريحتها بتبقى جميلة. أتمنى والله إن انتوا تجربوه، هتعجبكم والله الطريقة ديت، وإن شاء الله تعملوها على طول. يعني هقول انا حاجه، يعني الناس اللي على قد حالها اللي زي حالتنا كده مش شرط ان احنا نعمل بقى المحشي وبطيه جنب منه او فرخيه جنب منه، او لحمه او كلام من ده. هنعمل شويه المحشي الحلوين دولت والله وطعمين وزي العسل في يوم، يعني في يوم كده نعمل شويه المحشي دولت، والبطايه اللي كنا هنعملها معاه او الفرخه او المتاحه عندك اعمليه في يوم تاني. شويه شوربه اي حاجه تانية هتعمليها على حاجه، هيبقى كده عديت يومين مش يوم واحد. لكن الناس اللي مبسوطه بقى واللي عندها تعمل المحشي معاه فراخ او لحمه او حاجات من ديت، ربنا يوسعها عليهم وعلينا، اللهم امين يا رب العالمين. لكن انا بكلم الناس اللي هي على قد حالها زي حالتي كده، احنا بنعمل بقى المحشي في يوم وبنعمل بقى الحاجه التانية ديت في يوم، لان الايام كتير وبصراحه يعني احنا كل يوم بنقوم نقول هنتعشى ايه هنتغدى ايه هنفطر ايه، كل يوم اللي احنا بنبات فيه بنصبح فيه. فزي ما قلت لك كده، اعملي ده بس جربيه، والله مش حكايه توفير اكتر من ما هو طعمه حلو، يعني بصراحه طعمه حلو. انا خلصت كده الحشو اهوت ومحبتش اطول عليكم. بغطي بقى الوش بتاع البرام بتاعي زي ما انتم شايفين كده، بجيب كده طبقه هي كده من الورق اللي فاضل وبغطي البرام. حاولي بقى على قد ما تقدري وانت بتحشي كده ما تخليش الاصابع بتاعتك عليها رز ولا حاجه. بسم الله ما شاء الله، شايفين الجمال والحلاوه، شويه محشي زي العسل يتاكل كده قبل ما ينطبخ كمان. اللهم صل على النبي. يعني انا جربته بصراحه مره بالفراخ وكده وحطيت معاه الفراخ، بس بصراحه ما عجبش جوزي ولا عجب اولادي ولا حاجه من دي، يعني والله ما عجبهم. لان هو الطريقه ديت متعودين عليها وطعمها حلو بصراحه. جبنا بقى الصينيه بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها وحطينا هنا اللبن وحطينا كمان الولاعه، نحط الميه بتاعتنا اللي هنزود بيها ونحط المعلقه. اسفه يا جماعه علشان صوتي والله. ودول كانوا شويه رز فاضلين كده، عملتهم ايه في الحله الصغيره ديت، لان انا ما عنديش برام اصغر من كده، يعني دولت اللي عندي دولت الحجم ده، وفي اكبر بس ما عنديش حاجه صغيره. فحطيتهم في حله كده وغطيت الوش بتاعهم، واخدنا بقى الحاجات الحلوه بتاعتنا دي بقى كده. وهاخد معايا وانا طالعه وهاخد كمان الغطيان بتاعت البريمه بتاعتي، حطيت على الحله غطا وحطيت الصينيه والحاجات دي. خدنا بقى معانا كده بقيه الورق اللي فاضل. طبعا اللي كان فاضل الحاجات ما تنفعش ان انا احشيها تاني، يعني مهري وكده، رميته للطيور بتاعتي كده وانا طالعه يقزقزوا فيه بقى لما اعمل المحشي فوق على السطح، وانا نازله احط لهم العشاء بتاعهم. طبعا ده مش ان هو يعشيهم يعني وكده، ما ينفعش علشان الجو ساقع، في الساعه هم بياكلوا. لكن في الصيف بصراحة الطيور بتبقى صايمة، يعني بتشرب مية وما بتاكلش، لكن في جو الساعة ده بتاكل يعني الحمد لله. زي ما شايفين كده ربطة القش بتاعتنا اهيت، حطها هنا على السلم علشان خاطر الفوق لو حطيتها على السطح الدنيا مطرة وكده فهتغرق مني، ولما اجي اولع مش هعرف اولع بيها هتدخن وكده. اللهم صل على النبي. طلعنا بقى هنا عند الفرن ده، الحاج ده بسم الله ما شاء الله عليه يا جماعة، والله بيعمل شوية أكل بسم الله ما شاء الله، بيطلع منه أكل زي العسل. أكتر حاجة أنا حباها هو الفرن ده. الأول كده جبت الشكارة اللي انتوا شفتوها ديت وجهرت الفرن، جهرته يعني طلعت التراب اللي هو فيه علشان ما يبقاش مزحوم ويدخن معايا. لازم كده ان انا قبل ما اعمل اي حاجة فيه كل مرة قبل ما اولعه اجهره كده، يعني اطلع التراب اللي فيه واوسع مكان بقى للي انا هعمله الجديد. اللهم صل على النبي. والله يا جماعة بصراحة طعم الأكل في الفرن الفلاحي ده زي العسل، يعني ما تقولوش بقى
انت تعبة نفسك واعمله في الفرن الغاز وكده. انا عنده الفرن الغاز، بس انا والله يعني مش غاوية تعب، بس غاوية اكل اكلة حلوة. يعني هما شوية محشي همت، بس بيفرق الطعم بتاعهم ان انا اعملهم في الفرن ده او ان انا اعملهم تحت. بس هو بصراحة جربيه بالطريقة ديت والله هيعجبك، مش هتندمي ابدا. قبل ما تعوزي تعمليه كده، حوشيلك شوية وش من بتاع اللبن كده وانت بتغلي. كل يوم الصبح كده لما تطلعيه من التلاجة، لمي الوش اللي على اللبن في طبق، لمي كده جمعيه شوية، وبعد كده اعملي بيه المحشي اللي انا عملته ده. هيطلع معاكي ما شاء الله شوية محشي زي العسل، بيفرقوا في الطعم. وكمان هنسقيه بقى لبن على مية. يعني انا مش هسقيه لبن صافي، وكمان مش هسقيه مية صافية. اللي انتم شايفينه في الكسرولة ده لبن، وكنت مزوداه شوية مية علشان طبعا الإزازة اللي معايا ديت مش هتكفي. فأنا ده لبن يا جماعة على مية. مش هتقولي كمية دي كلها كمية لبن، لا والله ده لبن على مية. بس هو بقى الحتة الوش اللي احنا حطيناها فيه ديت هي هتفرق معاكي قوي في الطعم، وكمان بقى شوية اللبن على مية دول هيفرقوا في الطعم. في عود قش كده وقع في البريم الأولاني، أنا شايفاه هشيله بس لما أخلص كده سقية البريمة بتاعتي. اللهم صل على النبي. لو وصلتوا معانا لحد هنا ما تنسوناش في لايك وشير لاختكم. ربنا يبارك لي في عمركم يا رب، احسن اخوات في الدنيا كلها. ربنا يديمكم نعمه في حياتي، ما تحرمش منكم ابدا. وكمان بقى كده الكسرولة بتاعتي كده بمسحها كده بالمعلقه، وبلم اللي فيها كلته بشويه ميه كده، وما بنرميش اي حاجه. طبعا ده بتكون مكان غليان اللبن، بتكون دهون وحاجات حلوه كده وزبده، فانا بلمها كده بالمعلقه وبحطها ازود بيها. حطيت بقى البريمة بتاعتي كده، وهي حطيت الحلة كمان، ونولع بقى كده ونقول إيه بسم الله، علشان خاطر مش هينفع ان انا احطهم والفرن ولع وكده. ربنا يكفينا شر النار وعذاب النار، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم اجرنا من النار يا رب العالمين. ولع بقى كده لحد اما يبتدوا ان هم يفوروا معايا، يغلوا معايا، فانا هبطل ولع. انا طبعا بحميه الاول قبل ما بحط البريمه بتاعتي، بحميه الاول رخر ما بيغيبش، وبيفور معايا زي ما انتم شايفين، بتغلي معايا زي ما انتم شايفين كده. لما بلاقيها بتغلي كده ما ببطل بقى ولعها، علشان خاطر ما يفورش اللبن اللي فيها. وعاوزه ازود ميه تاني، وطبعا انا عايزه احتفظ باللبن اللي في البريم بتاعي. زي ما انتم شايفين فرق غلا كده، فانا بطلت عليه. وهنا بقى ده كان واحد ماشي كده في الشارع، فالبرسيم وقع منه. كان جايب كده برسيم ووقع منه من على العربية، فهو بيحطه تاني على العربية. أنا سمعت الصوت فقمت أشوف في إيه، لقيت البرسيم بتاعه واقع في الشارع كده، وبيحطه تاني على العربية. والله ربنا يقوي عبيده يا رب، ربنا يقوي عبيده. لأن الجو مطرة والحمارة بتاعته ضعيفة كده، ربنا يعينه يا رب. وقعت الحاجات من عليه. اللهم صل على النبي. الجو كان مطر زي ما انتم شايفين، الشارع بتاعنا كله طينة. يعني هم بصراحة كانوا حاطين فيه محجرين وكده، بس مع تعدية الناس والمواشي والحاجات ديت، فرجع طينة تاني زي ما انتم شايفين كده. الخضرة بقى والجمال والحلاوة ديت، والجو ريح، يعني ما اقولكمش في الجو اليوم ده كان ريح وسقعة. فانا قلت اعمل بقى شوية المحشي دول يدفوا. بصراحة أكلة الشتاء هو أفضل أكلة في الشتاء هو المحشي. سيبته بقى كده لما نشف كده المية منه كلها، وبعد كده هولع عليه بقى تاني أرده. شايفين بسم الله ما شاء الله، ما عادش فيه بقى لبن ولا حاجة هولع بقى عليه أرده. الولعة ديت اسمها نرد البريمة بتاعتنا، أو نرد الطاجن بتاعنا. بعد ما ينشف منه اللبن بنولع عليه شوية كده من تحت علشان يبقى القعر بتاعه أحمر. وبعد ما نولع شوية من تحت بنرجع تاني بقى نولع من فوق علشان نحمر الوش بتاعه. أسفة يا جماعة على الصوت، معلش والله، بس الحمد لله على كل حال. البرد ماسك ومثبت معايا، مفيش فايدة فيه، مفيش أي حاجة بتحوق فيه. يعني كل ما بجيب له علاج ولا في فايدة حتى، يعني الحمد لله. شايفين بقى كده بعد ما اديته شوية الولعة من تحت دولت، باخد بقى الورقة اللي أنا كنت حطاها على الوش، بلمها كده علشان خاطر ياخد اللون بقى الحلو من فوق. أنا ما بلمش الورقة ديت إلا لما أتأكد إن هو نشف من اللبن تماما. ولحت له بقى من تحت كده، ورد بقى من تحت، بتني شايله الورقه ديت علشان ياخد اللون الحلو بقى من على الوش. هوريهولكم بقى في الاخر، هيبقوا احلى شويه محشي بسم الله ما شاء الله. والله ريحته بتبقى قلب الدنيا ما شاء الله. اللهم صل على النبي. ما تنسوناش يا جماعه في اللايك، ربنا يبارك لي في عمركم يا رب.
لايك حلو بقى لشوية المحشي الحلوين دولت وجربيه، والله لو جربت المحشي بالطريقة ديت هتدعيلي. جربي بس كده وانت هتدوقي احلى شوية محشي فلاحي كده مخدومين خدمة حلوة بسمنة فلاحي، وكمان اللي هو الوش او القشطة واللبن. لو ما عندكيش سمنة فلاحي بأي نوع مادة دهنية عندك، شوية زيت على حتة دهنة على أو شوية حتة سمنة، أي نوع سمنة نباتي برضو وشوية زيت. المهم ان انتوا تحطوا بس شوية الوش بتوع اللبن دولت، وان انت تحطوا له لبن على مية. ده هيفرق معاكي كتير في الطعم. لكن مش حكاية سمنة فلاحي بس، مش شرط يعني انت ما عندكيش سمنة فلاحي مفيش اي مشكلة، حط بس سمنة اي نوع سمنة موجودة عندك مع شوية زيت. واهم حاجه بس تحوشي الوش زي ما قلت لك كده، او تشتري قشطه واعملي. طبعا القشطه غاليه والحاجات ديت، فانا زي ما قلت لك اسهل حاجه زي ما بعمل كده. ولعت له بقى لحد ما اخد اللون الحلو بتاع الوش بتاعه، وبعد كده غطيته بقى بالصواني اللي انا كنت مطلعاها، واسده كده بالطشت ده علشان خاطر يرد معايا. شايفين الجو بقى زي ما قلت لكم الدنيا بتمطر، وكمان الحمام ده واقف فوق كده في المطره، يعني سعان ومرضاش ينزل تحت. ربنا يصلح حالنا وحال المسلمين يا رب. اللهم اجعله صيبا نافعا، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دايما كده اذكروا الله وصلوا على رسول الله. ربنا يفرج كربنا وكربكم، اللهم امين يا رب العالمين، ويصلح حال اخواتنا في فلسطين. انا هاخد بقى القش ده هربطه كده وانزله تحت على السلم علشان خاطر الدنيا ما تمطرش عليه. ربطت القش بقى ونزلته على السلم، ونزلت حطيت اكل للطيور. وبعد ده كلته بقى وخلصت كده حوالي يجي ساعة ولا اكتر، طلعت بقى جبت البرام بتاعنا الحلو ده. شايفين الجمال؟ يعني اكتر من اللون واكتر من اللي انتوا شايفينه ده الريحة. الريحة يا جماعة حاجة تانية خالص والله العظيم. يعني سيبك من اللون وسيبك من ده كله، الريحة بقى والطعم حاجة تانية خالص خالص خالص. يعني انت هتشوفي كده تقولي ده محشي عادي زي اي محشي بنعمله، لا والله بيفرق في الطعم وبيفرق في الريحة بتاعته كمان. البرام سخن مولع ما بقيتش عارفة امسكه. بسم الله ما شاء الله، شايفين الجمال والحلاوة؟ الريحة بتاعته بقى حاجة كده زي العسل. اتفضلوا معانا، بس هو مش من قيمتكم، معلش لحمة ولا فراخ، بس والله العظيم لو جربتوه هيعجبكم ان شاء الله. اتمنى تجربوه وهيعجبكم. اتمنى ما تنسوناش في لايك وشير للفيديو. اترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة